لو متبقي عندك التمر بتاع رمضان تعالي نعمل بيه احلى عجوه بدل ما تشتريها بيه. هنبدا ان احنا نفصصه، واهم حاجه ان احنا نبص في قلبه عشان لو في سوس او في اي حاجه تشيليها وتاكدي انها نظيفه وتحطيها بقى جنبك لحد ما تخلصي، وهنعمله كله في الكبه. هخلص كل الكميه دي وارجع لكم نعملها سوا مع بعض. وهنا خلصنا كل الكميه وهبدا ان انا احطها في الكبه وهحط لها السمنه ونبدا نضربها. هي الكبه بقى ما شاء الله هتاخدهم كلهم على طول. السنه اللي فاتت بقى كنت بعمل بالكبه الصغيره، ما اقولكوش كنت باخد بلحتين تقريبا. وهنا حطيت كل الكميه، بصوا اللهم بارك اخدت معايا كل الكميه. بصوا كده حطيت لها السمنه، وما تقلقوش هي مش كتيره، بس هي الكبه هي اللي عميقه فواخده ما شاء الله كتير، فهم دولت يا دوبك على ايه، على الكميه اللي فيها. ونبدا بقى ان انا احط لها ايه حبه ميه صغيرين كده فيها عشان بس ايه تمشي، حبه ميه كده وبس. وهبدا بقى ايه نضربهم. تعالوا بقى نشوف وصلت لايه. بصوا ما شاء الله الكميه اللي كانت قد ايه، بصوا بقت قد ايه. بس كده هضربها ضربتين كمان تنعم خالص، وهبدا ان انا احطها في الكيس واشيلها في الفريزر. على فكره بتفضل طريه معايا وهي جوه الفريزر، بتفضل طريه وبتقعد معايا بالسنه. بستخدم منها في اي وقت ببقى عايزه عجوه، بتبقى خطيره وطعمها حلو جدا واحسن من اللي بتجيبوها من بره. بصوا كده بعد ما عبيتها في الاكياس اهي، بصوا اللهم بارك مطلعه معايا كميه قد ايه. والكيس الاخير ده كبير، ده اكبر منهم وكمان السمك بتاعه اتخن من دول اهو. 3 اكياس وباللي باقي عندي وما اشتريتهاش، وبتبقى حلوه جدا وطريه جدا جدا جدا. بصوا اهي بتقعد معاكي اكتر من سنه في الفريزر. حاجه بعد ما حطيتها في اكياس التلاجة دي ان انا هحطها كل كيس فيهم في كيس تاني عشان بس ما تلقطش اي ريحه من الفريزر، عشان لو الفريزر بتاعكم بيبقى فيه ريحه او حاجه، دي حاجه هتتحط في حاجات مسكره او كده، فمش محتاجه انها خالص تلقط ريحه من ريحه الفريزر. فاهم حاجه غلفوها كويس.